حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم واخباركم؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى العيش الشامي الجميل بتاع المحلات المطاعم والفول والطعميه. طري جدا وناعم، مش مكلف خالص وناجح 100% ان شاء الله. تابعوا معانا الطريقه وتعرفوا كل المقادير وكل طريقه خطوه خطوه. واللي عنده اي استفسار ياريت يبعتلي. معانا هنا هنحط معلقة خميرة فورية، وهنحط رشة سكر ورشة ملح، وهنحط معانا كوباية دقيق. احنا هنا هنعمل كمية قليلة، يعني هنطلع لنا يعني حبة عيش حلوين، يعني لو عايزين على قد اليوم. لو عايزين بقى كتير ونحط في الفريزر ونشيله لأولادنا لمدارس وكده، طبعا ده صحي أفضل من الفينو، وأطفالنا بتحبه جدا. أنا عندي كأولادي بصراحة بيحبوه العيش الشامي ده جدا. وبيحبوا يطلبوه ونعمل فيه شوية شيبسي، شوية بطاطس، حبة جبنة بيضة كده. معانا هنا هنحط كوباية لبن دي بالتدريج. هناخد بس من الزيت ده معلقتين، كوباية دقيق، حابة تزودي هتضاعفي الكمية. هنحط هنا كوباية دقيق، خلي الكوباية هنا كده جوه الطبق، مش حاجة تقع برا. بصوا يا حبايبي بقى، هنحط هنا كوباية الدقيق. زي ما فهمتكم بنعمل كمية قليلة، حابين نزود شوية نزود، مفيش مشكلة خالص. يعني ممكن نحط كوبايتين دقيق، لان انا عارفة ايه، هما بيحبوا جدا العيش ومش هيخسر معانا اي حاجة تتباع نحطها في الفريزر. ده لو بقى اصلا يعني هو هيتاكل من هو جوه الفرن اساسا، يعني هو في الفرن كده هيخطفوه. معلش يعني بحب استر قوي، انا بستر على ولادي انتوا عارفين. هنحط هنا كده معلقة خميرة، كده معلقة خميرة حلوة تمام. هنحط هنا معلقة رشة ملح، نحط معلقة سكر، اهو. متقلقوش من السكر يعني عشان العيش كده، لا هو بتحسي ان فينو اصلا والعيش فيه سنة سكر كده، اللي هو العيش الشامي مش العيش البلدي. ونقلب كده المكونات كده على بعض، نقعد نقلب نقلب. الفينو ده العيش دوت يعني بجد حلو قوي للمدارس وسندوتشات كده وانتي نازله رايحه شغلك. هنحط بقى اللبن كده بالتدريج. اللبن يبقى ايد يعني بره التلاجة، يبقى مش سخن ولا بارد، متوسط، ومش ساقع يعني ولا سخن. نحط كده سنة سنة بالتدريج، نقلب. محتاج نحط لبن تاني، هنحط. عندي مريم بنتي حوادث، انا في الفيديو ده يعني بجد سطر عليهم، وهي والتانية كمان هزت التليفون، اكيد شفتوه يعني. معلش يا جماعة، ده فيديو الحوادث بتاعنا. نعجن كده، نقعد نعجن كده، لت بنعجن فيها. طبعا لو كمية اكبر تحتاج عجن اكتر. احنا بقى نمسكها كده ماشي على الرخامة، طبعا الرخامة بتاعتنا نضيفة، ونقعد بقى ايه ناخدها كده ونروح نيجي بيها. نحط لها بس كده معلقتين زيت، كده اهو، واحنا بنعجن كده. طبعا الزيت ده هيطريها ويخليها ناعمة. بصي نعمل كده، اهم حاجة تفضلي ايه رايحة جاية بيها كده، تجيبيها كده متولة
كده اهو زي ما انت شايفه كده، اكنك بس تلعبي مصارعه. تفتكر العيال هما مزهقينك طول النهار، وفضلي ادي فيها ادي فيها. بصوا، نلعب ملاكمه. ده اللي عجنيها كده، بس اهم حاجه العجن. كل ما تعجنيها احسن، تديكي نتيجه افضل وافضل. اهو. بس تفضلي عاملين فيها كده، معلش ايه، 10 دقايق. انا هوقف التصوير دلوقتي عشان ما ملكوش من العجن والضرب كده، كني بضرب عيالي. هضربهم براحتي كده. وكون ايه، عجناها ال10 دقايق بتاعتنا. بصوا انا لسه بعجن فيها اهو اهو كده. ايه، عجناها حلو قوي. بصوا بقى، اهم حاجه القفله دي. بعد ما تعجنيهم وتضربيهم طبعا تقفلي عليهم، يقفلي بقى على العجينه بتاعتك. اه طبعا دي كميه قليله احنا عاملينها، هتعمل معانا كام رغيف حلو كده. ايه، لو حابه ان انت تعملي كميه قليله تمام. احنا هنفضي الدقيق ده وندهنها زيت. هنحط كده ايه، رشه زيت كده من تحت كده، ونحطها رشه زيت عليه من فوق الوش. التكايه دي حلوه قوي، هتعجبك، تديكي نتيجه حلوه قوي. بصوا دي كده قبل ما تخمر، هنسيبها ساعه تخمر، وبعد كده نعمل العيش بتاعنا الجميل. هنا يا حبايب قلبي بقى نشوف كده العجينه بتاعتنا اللي خمرت وبقت جميله جدا. بصوا ما شاء الله عليت ازاي وارتفعت. طبعا انتوا شفتوها كانت حته كده صغنطوطه خالص. بصوا اترفعت اهي. اهم حاجه نعمل ايه بقى، نفضي الهواء منها. بصوا الهواء فض ازاي. بصوا اهو. بس ما شاء الله ملمسها ان هي جميله اهو، حلوه قوي ما شاء الله، مطاطيه خالص ولينه وجميله قوي قوي. هنعملها كده صباع، هنقفلها بس الاول كده، هنقفلها كده كده ماشي. نجيب كده ونخليها ايه تغلى كده اهو. تمام، نفردها كده بس اهو. واحنا هنسيبها تخمر كمان لما نكورها، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. نجيب بقى السكينه نقطعها كده نصين، ونقطع برضو كده اجزاء صغيره جدا اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنمسك بقى جزء من ده ونعمله كوره، وهو ده العيش بتاعنا اهو اهوت. تمام، ناخد بقى من دي كل واحده من دي كده. واحد طبعا بعد خالص رطه قصدي دقيق. نعمله كوره كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقفل الكوره اهم حاجه من هنا اهو اهو. اوكي كده العيش الشيمي بيبقى صغنطوط كده جميل. طبعا احنا هنسيبها تخمر كمان، نحطها هنا كده في الطبق، هنسيبها تخمر كمان حبه جميل كده كده اهو، عشان تبقى لينه معانا. هي اصلا لينه بس عشان تبقى كوره كده مظبوطه
وهكذا هنعمل بقية الكور ونرجع لكم. بصوا يا حبايبي بقى، لما حطيناه كده كورناه حطيناه في الصينية زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا حبايبي، حطينا بقى كده الكور في الطبق زي ما انتم شايفين. هنغطيها كده 10 دقايق بالشكل ده. بعد كده هنفردها وهنغطيها برضو حبة كمان. بصوا يا حبايبي، سيبناها حبة اهو، او قب معانا شوية. طبعا كان كور صغننة خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنبططها. هنمسك كده كورة كورة ونبططها ونغطيها تاني. هنستعين بقى بصواني تانية اهو زي كده. هنبططها كده اهو كده. هنمسك كده ايه نشابة ونفرد كده اهو، بحيث تبقى ايه سمكها مش عايزينه تخين، احنا عايزينه عيش رقيق زي اللي بيتباع بره بالظبط اهو. نمشي كده النشابة كده وكده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو 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 كده اهو. نسيبه بقى ايه السمك زي ما انتوا شايفين كده. شايفين السمك اهو. هنحطه بقى كده في الطبق وهنسيبه برضه هيخمر ايه بسيط تاني مع ما ايه هنفرد بقية الكور بتاعتنا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، احنا طبعا فردنا كل العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده اهو. احنا فردنا كله. هنبدأ بقى نحطه في الفرنة، يا اما تعمليها في الفرن يا اما تعمليها على الطاسة. احنا دلوقتي هنحطه اهو في الفرنة نوريه لكم. وهنا يا حبايبي العيش بتاعنا طلع اهو الحمد لله جميل، ويا رب يعجبكم وتجربوه. باي باي.